صدق اللي قال من فات قديم وتاه. وعشان كده هنعمل أكلة حلوة جدا خفيفة، قولي لآخر الشهر. قولي كمان كده محتارة في الأكلة هتعمليها حلوة جدا، أنا عن نفسي بموت فيها. هنعمل النهاردة طريقة الفول النابت بطريقة بسيطة جدا جدا، وهنشوف كل تفاصيله وازاي نخمره وهننبته ازاي وكل حاجة. سمي الله ونصلي على الحبيب وندخل نشوف عملنا ايه. جبت كيلو من الفول، نقعته كده 12 ساعة. ده منقوع يا جماعة، ده بعد ما اتنقع 12 ساعة. تمام. يعني انا جبته مثلا كده من بالليل، غسلته كويس جدا وحطيته في مية ونقعته 12 ساعة. جيت تاني يوم بعد ما نقعته كده بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجيب بقى فوطة او قماشة اي حاجة. تمام. بروح جاي حاطه بقى، حاطه الفوط او القماشه في صينيه او في مصفى، وبعدين بروح جاي حاطه فيها الفول زي ما انت شايفه كده. تمام كده. وبعدين بروح جاي مغطيه عليها ومقفلها كويس جدا. والفوط او القماشه ديت ببدا ابلها ميه، مش بسيبها ناشفه كده، ببدا ابلها ميه تكون منديه كده مبلوله ميه، علشان الفول بتاعنا يبدا ينبت. هياخد معانا قد ايه؟ هياخد معانا 4 ايام وهيكون نبت معانا. كل يوم تبلي الفوطه كده، تبخيها كده ميه تبليها علشان يبدا ايه ينبت معاك، لان الفوط او القماشه ديت بتبدا تنشف. شايفين؟ ادي بعد ما نبت الفول معانا اهو. غسلته كويس جدا جدا وميه نظيفه مره واتنين وتلاته. وبعد كده بقى بجيب الحلة بتاعتي عشان اسوي فيها. بنزل بكمية الفول زي ما انت عايزة كده. تمام. نزلت بكمية الفول وهبدأ اجيب ايه. لو انت عندك البصل صغير زي ما عندي كده، هتجيب مثلا 3 بصلات 4 بصلات براحتك. جبت طماطمايه كده كبيرة بشراها عشان تدينا طعم حلو جدا للشوربة، او الطعم بتاع الفول هيشرب من المية بتاعة الطماطم. فبشرتها كده عشان تدي لون حلو بسيط للشوربة بتاعتي، وفي نفس الوقت بتديها طعم كده مسكر وحلو. طب انا عندي بصل كبير، اعمل ايه؟ اجيب بصلايه كبيره واحده وبس. ما عندكش كبيره تجيبي 3 بصلات او 4 حجمهم صغير. جبت معلقه من التوم، يعني حوالي من 5 ل6 فصوص توم كده. وجبت كمان ليمونة غسلاها كويس قبل ما اعصرها. وبعد ما بعصرها بروح جاي سايبه القشر بتاعها، علشان يخلي المية بتاعتنا ما تغمقش وتبقى لونها كده عسل كده، وفي نفس الوقت تديها مزازة وطعم حلو. ورق لورا. وبعد كده غطيت عليها وسبتها بقى ايه تستوي. اول ما تبدأ تبقى نص سوا، يعني يدخل في السوا كده الفول بتاعنا، اظبط الملح بتاعه. ما تحطش الملح في البداية، الملح حطيته بعد ما الفول بقى نص سوا كده. اظبط الملح. كمان حطيت فلفل اسمر وكمون. عايزة تحط شطة حط، احنا بنحبها حاجة بسيطة سبايسي كده. وخلاص كده الفول النابت بتاعنا جاهز. في ناس بتعمل الطشة، ده انا بقوله لكم هم عشان انا عارفة ان في ناس هتقول فين الطشة، واكتبوا لي في التعليق فين الطشة. فانا بقول لكم من قبل ما ايه ما انتوا تقولوا. في ناس بتعمل طشة كده بصل او توم، وفي ناس بتعمل الاتنين مع بعض. بس انا مش بحب اعملها طشة، بحب اخليها ني في ني كده، تبقى الشوربة بتاعتها كده خفيفة كده، مش عايزة طشات. احنا بنبعد عن الزيوت والطشة والحاجات دي، احنا عايزين حاجة كده بسيطة وخفيفة، وتشربي الشوربة بتاعتها كده ما تشبعيش منها. كده معانا اهي الفول النابت تحفة جدا جدا. محتاج ايه بقى؟ محتاج ليمونة كده كمان كده تعصروها عليها، وبألف هنا وشفا. ايه رأيكم؟ متبخلوش بقى عليا بلايك واشتراك. سلام عليكم.